الآخرة. الدنيا كما نعلم مزرعة الآخرة. الدنيا مزرعة الآخرة. كلنا ذاهبون وكلنا غادون، لا نترك من متاع الدنيا شيء. ذهب فلان وفلان، ذهب الآباء وذهب الأجداد وذهب الأعمام إلا ما رحم ربي. تمام ولا لا؟ زين، ماذا أخذوا معهم؟ لم يأخذوا معهم إلا ماذا؟ والقبر صندوق عمل. تمام. الله قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. كلنا غادون، كلنا رايحون، كلنا تاركون هذه الدنيا ومتاع، لكن ماذا يبقى؟ إذا ذهب البشر بقي ماذا؟ بقي الأثر. فكل له بصمة أو بصمات، فاجعل لك في دار الدنيا بصمات لك للآخرة. فالدنيا متاع زائل وظل زائل، لكن ماذا يبقى؟ قال تعالى والآخرة خير وأبقى. والآخرة خير أصلها أخير، نعم، على وزن أفعل، مثل شر أصلها أشر، عكس الخير الشر، عكس الشر خير. جعل الله إياكم من أهل الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام، ولا أحب أن أطول لأطيل لكم، وخير الكلام ما قل ودل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا حديث عظيم، اسمعوه واحفظوه. قال صلى الله عليه وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على هذه الليلة الغراء واليوم الأزهر غدا، أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله. قالوا من لا شيخ له ولا يجد له مربيا يكثر من الصلاة والسلام عليه، لأن كثرة الصلاة تقوم مقام الشيخ المربي له في دار الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم أهل الدنيا، أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. يروى قصة جميلة وأختمها، حينما رؤي سيدنا معروف الكرخي، هذا الترياق المجرب عند أهل بغداد وغير أهل بغداد، ترياق المجرب، سيدنا معروف الكرخي في الكرخ، دفن في الكرخ سيدنا معروف، وهو قريب قبره من قبر سيدنا الإمام الدارقطني رحمة الله عليه، وبجواره عيسى أخوه في بغداد في مقبرة الكرخ، وسميت المقبرة باسمه مقبرة الشيخ معروف الكرخي. معروف هذا الأمر. لما مات رحمة الله عليه رؤية في المنام. أنا ليش أقول لكم رؤية؟ لأن هذه بشارة. الله قال لهم البشرى في الحياة الدنيا. قال المفسرون البشرى في الحياة الدنيا هي الرؤيا الصالحة أو الرؤيا الصادقة يراها المؤمن أو ترى له. لأن الميت إخوان إذا تكلم فلا يتكلم إلا حقا. يعني إذا رأيت ميتا يتكلم معك في دار البرزخ لا يتكلم إيش إلا الحق وإلا الحقيقة، لأنه في دار البرزخ إيش يشبع؟ يعني حاشاكم من الكهوم يكذب، حاشاكم. تمام ولا لا؟ فقيل للإمام سيدنا معروف لما أتاك الملكان ماذا قال لك؟ احكي لنا لما جاءك الملكان. قال قد أتاني ملكان وقال لي من ربك؟ فقلت معروف. قالوا له من نبيك؟ من رسول؟ قال معروف. قال ما كتاب؟ قال معروف. قال من كذا؟ قال معروف. قال من أنت؟ قال أنت معروف. قال أنت معروف في أهل السماء ومعروف في أهل فتركوه. وكان ابن عطاء رحمة الله عليه يعرف طرائق السماء أكثر مما يعرف طرائق الأرض. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.